بس الحلو في البروجكت ده هو البيمنت بلان. في كيتشن ايلاند والكيتشن بيكون مفتوح. بس قبل ما نخش في تفاصيل المشروع خلينا نتكلم اول ونفهم مين هم ليف ديفلوب، وفي نفس الوقت عندهم مشاريع في اسطنبول ولونج ايلاند. الطابق ده هيكون فيه امينيتيز، ده 29,000 سكوير فيت. السلام عليكم ورحمة الله، ايه الأخبار؟ معاكم عمر فخري. النهارده هنتكلم عن مشروع ليف ميري تايم من تطوير ليف ديفلوبرز. بس قبل ما نخش في تفاصيل المشروع خلينا نتكلم أول ونفهم مين هم ليف ديفلوبمنتس. ليف ديفلوبمنتس هو مطور جلوبال بادئ من أمريكا وعنده مشاريع في نيويورك سيتي، لوس أنجلوس، في أماكن زي أورنج كاونتي وبيفري هيلز ولونج آيلاند، وفي نفس الوقت عنده مشاريع في اسطنبول و6 مشاريع جوه دبي. في الاغلب ان هو دايما القطع الارض اللي بياخدها بتكون دايركت على الميه، فمعظم مشاريعه في المارينا. وبعد كده عندنا المشروع ده في منطقه ميري تايم سيتي. ميري تايم سيتي هي منطقه دبي الملاحيه اللي بتبعد عن منطقه الداون تاون، نتكلم حوالي 15 الى 20 دقيقه، خصوصا بعد التوسعات اللي في الطرق الجديده، وحوالي 5 دقائق من منطقه لامير. طيب، البروجكت هنا زي ما احنا شايفين هيكون في حمام سباحة دايركت على المية، وفي نفس الوقت الطابق ده هيكون فيه امينيتيز، ده 29,000 سكوير فيت من الامينيتيز. هيكون هنا في طبعا اندور جيم، اوت دور يوجا، كيدز بلاي روم، اوت دور دايننج لونج، يوجا ستوديو، هيكون في بادل كورت، كونفرنس روم، وغيره من حاجات كتيرة جدا على مساحة 29,000 قدم زي ما انتم شايفين قدامكم في الصورة. طيب، يبقى احنا كده خدنا شوية تفاصيل عنه. هيكون دايركت على البحر. خلينا دلوقتي مع بعض ناخد بصة على الشو ابارتمنت عشان نشوف الكواليتي بتاعة ليف اللي هو بيقدمها في المشاريع بتاعته، وبعد كده نبدأ نتكلم في الكونفيجريشن وفي الأسعار. هنا بيكون عندنا الشو ابارتمنت بتاعة ليف. اول ما نخش على طول بنلاقي المطبخ بيكون اوبن كيتشن. طبعا التصميمات هنا لانه اصلا هو مطور جلوبال وبيبني في اماكن مختلفه حوالين العالم، فبتلاقي التصميمات بتاعته شويه مودرن او اوروبيه. في كيتشن ايلاند والكيتشن بيكون مفتوح زي ما احنا شايفين. فلور تو سيلينج ويندوز، الهايت هيكون 3 متر. تمام، ده واحد. الشقة بتتسلم بتكون طبعا كيتشن فولي فيتد، ولكن مش بتكون فولي فيرنشد، فبالتالي بيكون عندنا الفيتنجز بتاعت الكيتشن الحاجات كلها المفروض بتكون من سيمنز زي ما احنا شايفين. لما نخش هنا بنلاقي عندنا غرفة النوم. بيكون في بيلت ان وردروبس. وهنا دي زي منطقة كده، زي ستورج اريا عشان يتحط فيها شوية حاجات. وعندنا هنا الباودر روم علشان الضيوف. خلينا دلوقتي نشوف مع بعض الأسعار والبيمنت بلان اللي هو بيقدمه. المشروع هنا بيكون فيه غرفة وصالة، فيه غرفتين وصالة. الاستلام بتاعهم إن شاء الله هيكون كوارتر فور من 2028، الربع من سنة 2028. الأسعار هنا بتبدأ من 1,500,000. طبعا دي ده الستارتنج برايس اللي موجود في البروشور أو اللي موجود في البرزنتيشن، وممكن أحط البرزنتيشن في الديسكربشن. ولكن خلينا واقعيين، الأسعار دي ممكن تكون الماركتنج برايسز، ولكن ممكن تعلى تبقى 1.7 1.8 لو احنا عايزين بروبرتي او شقه تكون بفيو كويس او دور كويس وهكذا. فطبعا زي ما احنا عارفين دايما الستارتنج برايس بتكون يعني ماركتنج برايس مش البرايس الاصلي. بس الحلو في البروجكت ده هو البيمنت بلان. خطه الدفع بتاعته بنتكلم في 45% بس خلال الانشاءات، و55% بتكون عند الاستلام. ممكن يتعمل لها تمويل عقاري، ممكن تدفع كاش براحتك. طبعا ده يعني بيرسونال بريفرنس بين كل كلاينت والتاني. فده يعتبر كل التفاصيل بتاعة ليف من المطورين اللي بيدوا كده يعني لوكسجري معينة، وده ممكن نشوفه في المشاريع السابقة بتاعتهم اللي في المارينا، ممكن نزورها. وهتلاقوا في الديسكريبشن فري كونسلتيشن لينك علشان نشوف لو انت محتاج حاجة معينة، نشوف ايه البروجكت اللي ممكن يكون انسب شيء ليك، ان كان تاون هاوس، فيلا او شقق. هنا معانا 1 بيدروم و 2 بيدروم، وبعد كده في دوبلكسز. فالافضل طبعا انك تعمل انكوايري ونشوف مع بعض لو في حاجه هنا تكون مناسبه معاك. بس ده كل التفاصيل. اكتب لنا في الكومنتس عن البروجكت اللي انت عايز نتكلم عليه المره الجايه، واعمل لايك وفولو وسبسكرايب للشانل، وهتلاقي معظم المشاريع في البلاي ليست بتاعت
UAE Projects Explained أو الشرح الكامل لمشاريع الإمارات. شكرا.